السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم ان شاء الله غنوجد معكم واحد الطاجين بالقرعه والجلبانه والكفته ان شاء الله. هاد الطاجين هذا كيجي مزروب وكيطيب بسرعه، وكذلك نوجدوه للعشاء ولا الغداء. عندي هنايا هاد القرعه انا خويتها، انا خليت شي وحدين هنا غتشوفوهم معايا. يمكن لكم ديروها معلقه صغيره هذه اللي عندي بحال ديال الكلاص، الا عندكم دوك الماء الصغار. انا اختاريت هاد القرعه اللي هي صغيره، كنحاولوا اننا نخويوها من هنايا من الوسط. هادشي اللي غنخويه ما غنضيعوش، غندير به واحد الزعلوك ديال القرعه او كنشرملو مع القرعه. كناخذوا قرعه وحده وكنديروا فيها هذا هانتوما هكا حتى كنخويوها من الوسط ديالها. هنا تبارك الله هاد القرعه هادي باقا جديده، هانتوما كيف كتشوفوها كتطرطق. وهي القرعه الا كانت جديده هي احسن حاجه. ديك اللي كتكون شويه ما كتكونش مزغبه وكتكون بدات كترطب، هذيك ما كتكونش زوينه، كتبدا تعطي واحد المروره. صافي بهذه الطريقه هذه بهذه المعلقه الصغيره ديال الكلاص كتخويو بها، حيت انا اختاريت هنا قريعات كيكونوا صغيورين. صافي من بعد ما كنخويوها من الوسط كناخذوا واحد الكوردون بحال هذا وكنتقبها هنا من الوسط. علاش كندير ليها هنا تقريبا غير جوج تقيبات او ثلاثه بحال هكا، باش ملي كنعمرها بالكفته كنعرفوا القرعه كتكون ميها، باش ما تجيناش ديك الكفته هنا كتبقى سارده وفيها الماء، باش كتجينا القرعه ناشفه ان شاء الله كيفاش غتشوفوها. صافي كنديرها لها كامله بحال هكا. عفوا هذا تقبتهم ها هما. صافي بهذه الطريقه هذه غنشوفوا دابا ان شاء الله التوابل اللي عندي اللي غنستعمل. عندي هنايا الملحه اكيد على حسب الذوق، الزعفران هنا الزعفران عرق، المروزيه، عندي شويه سكينجبير، عندي شويه القزبر مطحون اللي هو قزبر ناشف. هنا التوابل ثاني كتبقى على حسب الاختيار، اللي بغى يستعمل الابزار، اللي بغى يستعمل كذلك شويه الفلفله حاره، انا ما كنبغيش نستعملهم. هاد التوابل هادو غنخلطهم هكا وغنقسمهم على هاد العناصر اللي عندي. هنا عندي الكفته، هنا عندي الربيع، هنا الثومه كذلك غنقسمها ما بين الكفته ونخلي هاد النصف ديالها هنا اللي غنوضعوه هنا في الجلبانه هنا عندي نص سلقه، كنسلقها هكا وكنحتفظ بها الوقت اللي كنبغيها كنجبدها. الا كانت عندكم ما مسلوقاش يمكن لكم تستعملوها، غير هي كتاخذ شويه ديال الوقت. صافي هنا غناخذ هاد الباقي ديال الثومه، تقريبا واحد 2 دروس ديال الثومه اللي درتهم هنايا، كذلك هاد قزبر ومعدنوس هنايا. شحال ما كانت الكميه كثيره كتكون مزيانه. غنضيف النصف هنايا. والتوابل كيف قلت لكم هانتوما. صافي انا هنا خلطتهم، غنضيف واحد الكميه هنايا والكميه الباقيه غنضيفها هنا. هنا عندي زيت الزيتون. الا كانت عندنا الكفته فيها الشحمه كثيره او الدهون كثيره ما كنكثروش من الزيت، انا غنستعمل غير زيت الزيتون. غندير القياس على حساب عينك ميزانك كيف قلت لكم، على حساب الدهون. غندير هنا غير واحد تقريبا معلقه كبيره فقط. صافي غناخذ هاد العناصر هذه كلها غنحاول نخلطها مع بعضياتها مزيان. هاد البصله هذه هي اللي غنديرها مع الجلبانه. هنا غناخذوا الطاجين ديالنا غنوضع فيه هاد نصف الكميه هذه ديال الجلبانه هذه، وغنضيف ليه هاد التوابل اللي خلط هكا كنخلطوها مع بعضياتها مزيان هكا. نخلطوا هاد العناصر هكا مع التوابل، حيت لان ما غنديرش الماء، غنكتفي غير بهاد الماء اللي في البصله صافي والزيت. صافي هكا غنفرشوا هاد الجلبانه هكا هنا.
صافي هنا غنخلط مزيان هاد الكفته مع هاد التوابل اللي فيها. هكا نخلطوها مزيان. بطبيعه الحال غنستعمل اليد ديالي. كيف لاحظتوا هنايا ما عطيتكمش المقادير ديال الكفته ولا ديال الكرا، هنا كيبقى على الاختيار اللي موجود عندكم، 4 كيلو، نص كيلو، على حسب الاشخاص اللي كاينين. هنا مع الكفته درت واحد البصله صغيره محكوكه وعصرتها شويه من الماء باش كتجينا الكفته رطبه ما تجيناش ناشفه بزاف. صافي من بعد ما خلطت التوابل مع الكفته غناخذوا هنا القرعه كنبداو نعمروها. ضروري ما كنضغطوا عليها مزيان لان كنعرفوا الكفته من بعد ملي كطيب كتقلص الحجم ديالها. هكا بهذه الطريقه هذه. صافي كنبداو نوضعو هكا هنا في الوسط. كلشي داير هاد الفكره. صافي كنعمروها هكا مزيان. هانتوما كنحاول علاش كنخلي هاد الشيء هكا شويه لان كيف قلت لكم الكفته غادي تقلص الحجم ديالها. صافي غنكملوا ان شاء الله وغتشوفوا غنديروا فوق الحجر كيف كنطيبوا دائما. كنكونوا في الاول حنا كنوجدوا فيه وحنا درنا الحجر فوق البوطه في المقله كيف دائما كنديروا يسخن باش كيوجد ليا بسرعه. صافي من بعد ما كملتها هانتوما هاد الجلبانه اللي كانت بقات ليا وخليتها مع هاد لاصوص كناخذها كنحط شويه هنا في بينات كل قرعه لان من بعد ملي غطيب كتهبط. هكا انا هنا كثرت الكميه ديال الجلبانه لان عندي اللي كيبغيو الجلبانه كثيره والقرعه والجلبانه يعني كيمشيو مع بعضياتهم. صافي انا هنا كيف قلت لكم ما غنضيفش الماء، غنكتفي بداك الماء ديال البصله. صافي انا غنديرو هنايا فوق هذا الحجر. صافي من بعد ما غيطيب نتلاقاو ان شاء الله ونشوفوا الشكل ديالو النهائي. صافي هذا هو الطاجين من بعد ما وجد عندنا. خليته شرب واحد شويه، المهم غفلت عليه لكن ما نقولش لكم جا رائع. باقي لحد الساعه كل مره البنات كيطلبوه ليا، خاصه واحد البنيه عندي ما كتاكلش الخضره بزاف لكن هاد الطريقه هذه ديال القرعه والجلبانه كتاكلها كتعجبها. هكا كيمكن لينا بالنسبه للاطفال اللي ما كيبغوش ياكلوا لنا بعض الخضار نديروها لهم بهذه الطريقه كتعجبهم كيقدروا ياكلوها. هانتوما غتشوفوا كيفاش كتجي معنا من الداخل، كتجي مزيانه، خاصه ملي كديروا البصله في الكفته ما كتجيش ناشفه وكذلك ما جاتش ميهه لان القرعه تقبناها كيف شفتوا نزلت داك السوائل ديال البصله وديال القرعه. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الطريقه هذه وتوجدوها ان شاء الله. واللي غيزور القناه لاول مره ما ينساش يضغط على زر الاشتراك باش دائما يتوصل بالجديد.